هل أنا أستحق في الدنيا دي ولا لأ؟ مرة عميلة عندي وهي عندها 7 سنين سمعت جدتها بتقول جملة هي ما فهمتهاش ساعتها. الجملة بتقول إن المخدة ما تاخدش 2 حلوين. هي وقتها كانت صغيرة وما فهمتش يعني إيه الجملة دي، ولما كبرت اتجوزت راجل وسيم ملامحه حلوة، وساعتها أيقنت إن هي أكيد وحشة لأن المخدة ما تاخدش 2 حلوين. الجملة بالنسبة لها كانت بسيطة جدا وهي شايفة إن هي ما أثرتش فيها، ولكن كان عندها مشكلة عدم استحقاق من أول ما اتجوزت، وهي شايفة إن هي شخص ما يستاهلش، دايما تبدي الآخرين عليها، وده انعكس عليها في نفسيتها وانعكس عليها في بيتها كمان. لما قعدنا ندور على فكرة عدم الاستحقاق اللي عندها اكتشفنا إن هي صدقت إنها مش حلوة لأن الجملة دي اتقالت قدامها وهي صغيرة واتحفرت في دماغها، جملة أساسا ما كانتش متوجهة لها ولكنها اتحفرت في دماغ طفلة، والطفلة دي لما كبرت فهمتها وصدقتها وعاشت بيها سنين من المشاكل والحزن والألم، وفضلت تعامل نفسها على إنها شخص ما يستاهلش، شخص ما يستاهلش إنه يسمع كلمة حلوة من حد، ولا شخص يستاهل إن يتعمل له حاجة حلوة مخصوص عشانه. ومش بس كده، دي نقلت الفكرة للي حواليها إنها ما تستاهلش، فأصبح اللي حواليها بيعاملوها من هذا المنطلق، إن هم لا يكترثوا لوجودها عشان تصدق المعتقد ده أكتر وأكتر. انت بقى ايه هو المعتقد اللي انت تبنتيه في اي مرحلة من مراحل حياتك وعايشة بيه لغاية دلوقتي بيأذيكي ومعطلك ومسبب لك ألم وحزن وخيبة أمل وإحباط؟ وأنا جاية أفكرك النهاردة إن رحلة التزكية أساسها إن إحنا نتخلص من أي حاجة ممكن تكون تقيلة علينا في رحلة حياتنا ومخليانا مش عارفين نعيش صح.